أطول حكم في التاريخ. في أواخر الأسرة السادسة للدولة الفرعونية بيموت الملك بيبي الأول ويمسك مكانه ابنه بيبي التاني، وهو فعلا كان بيبي لأنه مسك الحكم وهو عنده 6 سنين بس. وتخيل معايا كده، أعظم مملكة في العالم وقتها يكون حاكمها واد لسه ما دخلش المدرسة حتى، اللي هو شوكولاتاية توديه وتجيبه. وده اللي كان بيحصل فعلا على أرض الواقع. الكهنة كانوا بيسهوا بيبي بالشوكولاتاية دي ويشيلوا هم الشغل بتاع الدولة. ولكن بقى زي ما تقول كده، بيبي عجبه كرسي الفرعون وفضل ماسك فيه لمدة طويلة شويتين أو 3-4 شويات الصراحة. أصله قعد في الحكم 94 سنة، وده اللي بيصنف على إنه أطول فترة حكم لملك في تاريخ البشرية كلها. وفي أواخر حكمه مصر عانت من تفككات واضطرابات كتير، وبعد وفاته كانت بداية عصر الإضمحلال الأول وفترة من الظلام اللي هتعم على مصر الفرعونية. بس كده، بسيطة. اعمل لايك واشتراك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.